في ارتفاع جديد في أسعار الذرة المستورد الأصفر البرازيلي والذرة المستورد الأصفر الأرجنتيني. الارتفاع ده 300 جنيه في الطن، وسجل سعر طن الذرة الأصفر المستورد البرازيلي 13800 جنيه للطن صب أرض المينا، والذرة الأصفر المستورد الأرجنتيني 13800 جنيه للطن صب أرض المينا، مع ثبات في أسعار الذرة المستورد الأصفر الأوكراني، وسجل سعره 12500 جنيه للطن صب أرض المينا. والذرة الأصفر الصربي والبلغاري والأمريكي والروماني بنفس أسعار الذرة الأوكراني 12500 جنيه للطن صب أرض المينا. السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم من جديد في قناة الزراعة الحديثة. بدعوكم في بداية الفيديو للاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس والضغط على زر الإعجاب عشان الفيديو يوصل لأكبر عدد من الناس والكل يستفيد. ولو حضرتك مهتم بالأسعار وأول مرة تشوفنا، في زرار أسفل الفيديو مكتوب عليه كلمة اشتراك، حضرتك هتضغط عليه وهتفعل زر الجرس عشان أي فيديو جديد ننزله على القناة يوصلك إشعار على الموبايل. وما تنساش تشترك في المجموعة بتاعتنا على الفيسبوك، أسعار الرز الشعير وأسعار المحاصيل الزراعية. بالنسبة لأسعار الرز الشعير النهاردة، العرض قليل في الرز الشعير والطلب بسيط وضعيف على الرز الأبيض، وفي هدوء طبعا في أسعار المخلفات نتيجة قلة الطلب على المخلفات. عندنا عرض قليل رز شعير، الطلب بسيط على الرز الأبيض، كل ده بيؤدي إلى ثبات أسعار الرز الشعير. تقريبا الرز الشعير بقاله أسبوع سعره ثابت. سعر الرز الشعير العريض وصل للمضرب من 17800 ل 18000 جنيه للطن، وسعر الرز الشعير الرفيع وصل للمضرب من 17300 ل 17500 جنيه وصل للمضرب. أسعار التنفيذ على أرضه بتقل 200 جنيه، ده بيبقى هامش ربح للتاجر وتكلفة النقل اللي هو النولون بتاع العربية. بالنسبة لأسعار الرز الأبيض الرفيع من أرض المضرب، بضاعة على جودة زيت وبخار وسوروتكس وكسر من 8 ل10%، من 25500 ل 25700. وسعر الرز الأبيض العريض، بضاعة على جودة زيت وبخار وسوروتكس وكسر من 8 ل10%، من 27500 ل 27700. أسعار المخلفات، السرس المطحون من 2000 جنيه ل 2200 جنيه، وسعر الكونة من 13000 جنيه 13500 جنيه، وكسر الرز الناعم من 13500 ل 14000 جنيه على حسب خشانة الكسر. وبكده نكون انتهينا من حلقتنا اليوم، وياريت تدعمونا باللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.